السلام عليكم بنات. واحدة من البنات طلبت باترون هاي الصدرية، إن شاء الله أشرح لكم وتفهمون. شوف أنا سويت لك هاي بسيط، يعني باترون بسيط. هاي الزخمة زخمة عادية تسويها، وعندك هاي قطعة تجيبين قطعة تكسريها، وهاي انتي حافرة الزخمة حافرتها، تحطين هاي القطعة وتخيطيها. تجي هاي فوق مثل الياخة هم قطعة عدلة هيك، يعني مثل المسطرة. شوفوا انتي شقد العرض تردين، يعني يمكن اصبعين اقل حسب انتي شنو تردين. هم قطعة عدلة تكسريها، وبعدين راح تخيطيها هنا بهاي القطعة هيك. وعندك قلت لك هاي الزخمة، تيجي هاي قصة كلوشة، يعني شلون الكلوشة نسويها، نقصيها واكيد راح تركب على الزخمة. عندك هاي الردانات، هاي الردانات تقدرين تسويها كلها يعني قطعة عدلة، وهنا تحطين لاستيك وتخرطيها راح تتكسر منها. او تقدرين تسوين هاي منا لهنا قطعة، ودورة تجيبين شلون البزمة هم قطعة عدلة حسب ما انت تردين، يعني عرض 4 أصابع، وتركبيها على الردن وهم تكسريها تخلي لاستيك او شي. وبعدين من تكملين الخياط انت بكيفك بعد، يعني من هاي تركبيها هنا، هاي من تركبيها تقدرين بالاخير هنا تخلين دانتيل ورد اي سيتاج تخليه هنا. وهنا هم نفس الشي، من بعد ما تكملين هاي هم تخلين دانتيل هنا، وبالردن هم اكو يخلين هنا بالطرف تقدرين هم تخلين دانتيل او سيتاج. يعني هو الموديل بسيط، بس للمبتدئات يمكن لين استوهم المبتدئات يحس انه صعب، بس هو كل صعوبة ما بي. ان شاء الله فهمتوا. هسه هاي زخمة، هاي القطعة جوا تتكسر، عندك هاي فوق مثل الياخة تتكسر، وهذا البدن، وهاي الردانات. إن شاء الله تفهمون الموديل. مع السلامة.